بقول لك يا الخناقه اللي هناك دي على ايه؟ ده واحد بيبيع فيلا. بيبيع فيلا؟ حاجات محدش هيقول لك عليها في الريل استيت. كل ما اعمل كامبين على مشروع فيلات يتصل بيا ناس وتسال عن الاسعار واللي عايز يشتري واللي بيدور على حاجه تانية، وبقول له بس دايما بيتكتب لي تعليقات: يا عم هو كل شويه فيلل فيلل فيلل، هو مين اللي هيقعد في الفيلل دي كلها؟ وكنت برد عليهم الاول، بس لقيت الموضوع محتاج فيديو مخصوص. الفيلات بتتباع على فكره، واقول لك على التقيله كمان، احنا عندنا نقص في الفيلات. والله تعالى افهمك ازاي. خلينا نصنف عميل الفيلا تصنيفات مختلفه. اول عميل هو اللي كان عايش بره كومباوند في مساحه واسعه وعايز ينقل في فيلا جوه كومباوند، وده بيدور على ابجريد عام سواء مساحه او مستوى يعيش فيه، لكن بيستغرب من مساحات الفيلل الصغيره بالمقارنه بالبيت الواسع اللي كان قاعد فيه بره كومباوند. ففي المقابل غالبا بيرضى يتنازل عن الرفاهيه والفاسيلتي في مقابل انه ياخد المساحه الكبيره اللي كان بيدور عليها. فده عميل اهم حاجه عنده المساحه ومش فارق معاه براند كبير او لا. العميل التاني اللي كان عايش في شقه جوه كومباوند وبيابجريد لفيلا، وده في الغالب بيكون جرب الفاسيلتي بتاعت الكومباوند وبالتالي ما بيكونش عايز ينزل عن المستوى اللي اتعود يعيش فيه، وهو في الاساس بيدور على فيلا تديله نفس التجربه الاجتماعيه ولكن بخصوصيه اكتر. فده غالبا بيهتم بالبراند وخدمه ما بعد البيع اكتر ما بيهتم بفكره المساحه مقابل السعر. النوع الثالث وهو اللي كان عايش في فيلا جوه كومباوند وبيابجريد لفيلا جوه برضه كومباوند، وده طماع لانه مش عايز يتنازل عن المساحه وعايز براند قوي، وممكن كمان يكون عايز ابجريد في التايب بتاع الوحده بتاعته سواء لتوان او لستاند الون. مشكله العميل ده غالبا انه بيكون فاهم قوي وبيدور على حاجه معينه وصعب تلاقيها له ببادجت معقول، لكن بيكون اكتر عميل مريح ليا بصراحه لانه عارف هو عاوز ايه وفاهمه كويس. وطبعا دي مش قواعد، لكن هي محاوله بس لتقسيم العملاء اللي انا اتعاملت معاهم. بس هنا السؤال: ليه في نقص في الفيلات؟ لان ببساطه المطور مستحيل يعمل مشروع يرضي فيه الثلاث انواع من العملاء، وبالتالي المشاريع بالتارجت فيها اقل فبتبقى بكميات محدوده، وعمليه اني الاقي فيلا مناسبه للعميل بتاعي بتبقى اصعب. لو نقلت الفيلا قريب احكي لنا تجربتك، ولو عايز تعرف مشاريع فيلات باسعار مناسبه كلمني. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.